في سنة 2017 واحد البنت نابغة في عمرها 15 عام غتكتشف واحد الركن مخبي في الانترنت، الركن اللي ما كانش خاصها تشوفو نهائيا، واللي غادي يبدا كهوس بريء بالحواسيب وبالهاكينغ اولا القرصنة، غادي تقلب بسرعة لشي حاجة خطيرة بزاف. في شهور قليلة هاد البنت حبست الماكلة ولات كدوي مع راسها وبدات كتقول لهم باللي شي حد تابعها، بالضبط شي كيان اللي حتى شي واحد ما كيشوفو غير هي. عائلتها ظنوا في الاول بانه غير توتر ولا يمكن شي انهيار نفسي، ولكن منين غادي يبداو الحوايج كيتحركوا بوحدهم ومنين غتقلب بيتها بواحد الطرق اللي ما عندها حتى شي تفسير، وبالضبط ملي غتبدا بنتهم كتختفي قدام عينيهم، غادي يفهموا باللي هادشي ماشي مجرد مشكل نفسي ولكن شي حاجه اخرى اللي مظلمه بزاف. وفي الوقت اللي غادي تعرفوا فيه على شنو هادشي غيكون الاوان قد فات. الحكايه ديالنا كتبدا مع واحد المراه سميتها لطيفه. بطبيعه الحال هذا ماشي الاسم ديالها الحقيقي، ولكن غنبقاو نستعملوه باش نحافظوا على السريه ديال الهويه ديالها. لطيفه دابا ولا عندها 35 عام، ولكن القصه ديالنا غادا ترجع بينا لوقت المراهقه ديالها، ملي كانت مازال عايشه مع والديها واختها الصغيره. اختها الصغيره اللي غنسميوها ساره. ساره كان في عمرها 15 عام ملي